نرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك وكذا تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. Let's go. السلام عليكم. مناورات فرنسية مغربية في الراشدية قريبة من الحدود الجزائرية، هذا أمر خطير جدا، وأنا أحذر الجيش الجزائري يجب عليكم تحصين هذه المنطقة لأن فرنسا والمغرب تخطط لشيء آخر. في لي كومونتير يجي يهدر لك على البطاطا والزيت والسكر، تهدر له على صفقة طائرات سوخوي. أول واحد شراها في العالم هي الجزائر بعد البلد المصنع لها، ويجي يهدر لك كاين عندكم الزيت ولا ما عندكمش، عندكم السكر ولا ما عندكمش، عندكم البطاطا. عقلية شايف، عقلية تاع مواد غذائية، تما من هنا وهبط تخمام هنا وهبط. تقدرش تهدر معاه. شوف، كاينه مناورات فرنسية مغربية البارح وين ردت عليها وكالة الأنباء الجزائرية لا بي اس في سبتمبر، مناورات بين المغرب وفرنسا، مناورات عسكرية على الحدود الجزائرية، ما تبعدش على الحدود الجزائرية 20 كيلومتر. التسمية تاعها شرقي 2025، سماوها هكذا المناورات هذه، يعني مقصودة طول علينا شرقي، شرق المروك هو الجزائر. هذا هو هذا واش راه يديروا هما. لكن انت راك تخمم في البطاطا والزيت والسكر، هما راهم يخمموا يحتلوك. فرنسا حاليا راهي تفكر في إعادة احتلال إفريقيا، البوابة تاعها المغرب، داروا المروك هو البوابة، يعني هو لاباز، يحطوا ثم الجيش تاعهم ويصدموا في أفريقيا. نفسرها لك ببساطة، يعني نهدرها لك بالدرجة ببساطة. يحطوا لي باز ميليتار تاعهم في المروك ويصدموا في أفريقيا. هذا هو التفكير تاعهم باش تفهمها. الاتحاد الأوروبي بعد هذه الحرب الأوكرانية أعلن عن إعادة تسليح بقيمة 800 مليار دولار. شوف الدول كيفاش راهي تسلح في روحها. 800 مليار دولار، لكن راك تهدر على البيجي تاع الجزائر اللي يوصل 23 مليار دولار، هما 800، حنا 23، هما 800 مليار دولار. الاتحاد الأوروبي راهو في إعادة تسليح. الميزانية الأمريكية وحدها للدفاع 800 مليار دولار، قد ما داروا الأوروبيين. كيف الولايات المتحدة عندها سنويا تنفق 800 مليار دولار على الدفاع أو الهجوم، هم يسميوه وزارة الدفاع بصح هي الهجوم. إذا كان تراك تشوف في طائرة ما تحتاجهاش، مش ضرورية، ما تحتاج تالي سوخوي، تحتاج البطاطا، يجيبوا لك البطاطا. مع العلم أنه كلش متوفر، وأنا مانيش نحضر على الإنسان الفقير، ومانيش نحتقر الإنسان الفقير اللي يحتاج أساسيات مواد غذائية، لكن راني على المزايدة. أنا ما كانش واحد يدافع الفقير كيفي. أنا بالعكس نهضر على هذه الشركات، هذه الرأسمالية الكبرى هذه، كيفاش راهي تلتهم في الدول وكيفاش راهي تاكل حق الفقير. أنا من أكبر المعادين لهذه الرأسمالية المتوحشة. فعلا الرأسمالية هي فكرة مليحة، لكن دائما لازم الحفاظ على المينيموم، الضغط على كرامة زر المواطن. لايك الاشتراك في القناة الرأسمالية وشكرا. المتغولة هذه أنا من أكبر المحاربين لها، وأنا من أكبر الناس اللي يدافع على حق الفقير وحق المضطهد وحق المظلوم، بصح ماشي دير بها مزايدات سياسية. خاصتنا البطاطا، وين خاصتك البطاطا؟ خاصتنا الحمص، خاصتنا العدس. روح ادخل لي سوبرات، سبحان الله، لا لي سوبرات هذو اللي راهم حالين، شكون اللي يشري عليهم؟ يا اخي نتوما اللي راكم تشريو عليهم والله. اللحم غالي، شكون اللي يشري على الجزارين؟ في كل كوانه كاين جزار، في كل قرنيه تلقى الجزار. شكون اللي راه يشري عليه؟ فهمني، شكون اللي يشري عليه؟ رئيس تبون والوزراء هما اللي يشريو على هذو الجزارين كامل. يا اخي المواطن، اخي نتوما اللي راكم تشريو. كاينه طبقه هشه، كاينه طبقه ضعيفه وهدروا عليها، مناطق الظل. كاين مناطق اللي راك تهدر على الحمص وتهدر على اللوبي، كاين مناطق بالك اسوأ. بصح ما تجيش تجينيراليزيها تعممها على الشعب الجزائري ياكل. الشعب الجزائري ما لقاش واش ياكل، ما تمسخرش سبحان الله. في قضيه الماكله، قضيه الاكل الطعام، واحد ما يغلطني. الحمد لله الجزائر مكتفيه. حوايج اخرين هدر على روحك، سيارات، هدر على لامبورطاسيون، بياس، هدر واش تحب، هدر ما نقولكش لا، هدر على روحك في حقك. بصح كي تهدر لي، تبدا تهدر لي الحمص والعدس والحليب، لا انا راك غالط. لا انا وهذه يهدروا عليها غير يعني في لي بيك برك، كي تطلع برك، ما يهدروش عليها كي تهبط. القهوه يديروا بها يركبوا الموجه نهار تطلع، يركبوا الموجه تاع القهوه، بصح نهار تهبط القهوه تولي كيما كانت، ما يركبوش الموجه، يسكتوا، ما يهدروش.
نهار تطلع البصلة تولي ب35,000 كامل يهدروا، وكي تعود تطايش ب4,000 واحد ما يهدر. ثم هذه المزايدات اللي يهدروا عليها ما عندها حتى ما عندهاش وزن. يشتيو تأجيج، هدف تاعها الوحيد هو تأجيج الشعب. شوفوا البطاطا، شوفوا الحمص، شوفوا الزيت وطلع لكم، شوفوا السكر. هذا ما كان تأجيج الشعب بالمواد الغذائية، هذا ما كان. باش تقول لي الجزائر ما فيهاش مواد غذائية والله ما كانش اكتفاء، راك غلط فيها هذه. والشعب الجزائري راهو ياكل، قضية الماكلة راهو ياكل الحمد لله. وش ياكل والله لا كاليتي، والله ما نهدروش على لا كاليتي. لا كاليتي كل واحد مسؤول على روحه. الشعب الجزائري ماهوش يموت بالشر كما راهم يسوقوا لكم. وهذو الصفقات تاع السلاح ماهوش اختيار، هذو مجبرين عليهم. مجبر للدفاع على السيادة تاعك، ماشي اختيار. يبقى المستقبل ان شاء الله يكون فيها خير. ننتظروا هذه لأن الجزائر احتجت على هذه المناورات وطلبت تفسيرات من السفير الفرنسي. ننتظروا تطورات الأمور. ما تنساش دير جيم وتابوني. صحفتكم، السلام عليكم ورحمة الله. المناورات المقبلة اللي غتكون بين المغرب وفرنسا تقلق الجزائر بعد خبر إنشاء قاعدة عسكرية بالصحراء المغربية بمساعدة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا. فالآن هناك مناورات عسكرية مغربية فرنسية على الحدود الجزائرية. مناورات شرقي 25 ما بين المملكة المغربية وفرنسا وجيوشها حتقام في سبتمبر القادم 2025 في أراضي مغربية في صحرائها في جنوب المملكة المغربية. مناورات عسكرية لكي يقف المغرب على جهوزية جيشه وأيضا فرنسا. ماذا يزعج الجزائر والصراخ في المرادية؟ أوضح الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية الوناس مغرمان لسفير فرنسا بالجزائر ستيفان روماتي أن الطرف الجزائري ينظر إلى المناورات العسكرية الفرنسية المغربية المزمع إجراؤها شهر سبتمبر المقبل في الراشدية قرب الحدود الجزائرية على أنها عمل استفزازي ضد الجزائر. مناورات شرقي 25 ما هياش وليدة النهاردة، وما هياش يعني صحيوا من النوم قالوا يلا نعمل مناورات. ده كان في نسخة منها في 2022 ما بين فرنسا وما بين المملكة المغربية، يعني ما هياش جديدة، وبرضه كان اسمها شرقي 25. طيب ايه اللي حصل؟ ايه الموضوع؟ الجزائر تستدعي السفير الفرنسي. الجزائر تستدعي سفير فرنسا وتحذرها من إجراء مناورات استفزازية مشتركة مع المغرب قرب حدودها. تستدعي السفير وتحذره وتقول له هاودني منك، بتعملوا مناورات مع المغاربة الموروكو، هاودني منك. شرقي يعني اتجاه الشرق، يعني الصحراء الشرقية المحتلة من الجزائر. ممكن تخيل الجزائر بيفتحوا على نفسهم فتوحة، يعني الناس لسه ما فتحتش يعني هذا الملف، يعني الملف ده لغاية دلوقتي ما اتفتحش، واحنا ان شاء الله هنفتحه قريب جدا. ملف الصحراء الشرقية، الكلام اللي جاي الصحراء الشرقية والاستفزازات اللي بيعملها الجزائر مع فرنسا. يمكن أن يتم فتح الأرشيف الفرنسي وتطلع المستندات والخرائط. ومش بس بقى الصحراء الشرقية اللي هي من حق المغرب، لا، ده مالي لها أراضي، وتونس لها أراضي، وليبيا لها أيضا أراضي. يعني هم بيفتحوا على نفسهم فتوحة، يعني يفعل الجاهل بنفسه ما لم يفعله عدو